20 مسلسل رح يخوضوا السباق الرمضاني، معظمهم اجتماعي وشامي، عملين فانتازيا، حضور خجول للأعمال الكوميدية، و4 أعمال مشتركة. أنا هي إيدي إذا بتخوني بقطعها. كل هاد رح نعرفه بدليل المشاهد لكل المسلسلات السورية والمشتركة لموسم 2023. بالبداية منوه إنه موقع بوسطة رح يقدم جدول بضم أوقات العرض لكل المسلسلات السورية ابتداء من أول أيام رمضان. بنبدأ جولتنا بقسم المسلسلات الاجتماعية يلي بضم 5 أعمال. أولهم مسلسل دوار شمالي يلي ارتبط اسمه بأطول رحلة لوسائط النقل العامة بدمشق، وبيحكي عن رجل فاسد بيقرر السيطرة على حي موارد الشعبي نظراً لموقعه المهم، فبيستعين بابن أحد مالكي الحي وبيحوله لوسيلة ليحقق غاياته. ويا حارة الزبالة حدا يرد علي؟ تاني المسلسلات هو مال الأبان يلي بتدور أحداثه بسوق شعبي بيمتلكه نعمان، وهو شخص عنده ميول احتيالية، وكمان بيحكي العمل عن أزمات حياتية بتحاكي الوضع الراهن يلي عم يعيشه المجتمع السوري. أما ثالث الأعمال فهو كانون، ويلي بتدور معظم أحداثه بحارات عشوائية، وبيحكي عن طبقتين، المسيطرة ومظاهر الترف يلي بترافقها، وطبقة ضحايا القاع، وبيتطرق لعدة قضايا مثيرة للجدل بيواجهها المجتمع السوري مثل المخدرات وبيع المسروقات. المسلسل الرابع هو الكرزون يلي بتدور أحداثه بفترة وباء كورونا، وبيحكي قصة رجل أعمال بيستغل حادثة انفجار مرفأ بيروت وبيختفي عن بنته المدللة ليلقنها درس بهدف إنه تعتمد على حالها. قربت كتير يا روح بابا. ورح نشوف جزء جديد من مسلسل كسر عظم بس باسم السراديب يلي رح يشهد غياب مخرجته رشا الشربتجي والكاتب علي معين صالح، وكمان الشباب المشاركين بالجزء الأول. ورح ينضم لهذا الجزء فنانين جداد منهم رشيد عساف، نادين سلامة، وفاء مصلي، يزن خليل وغيرهم. قسم الأعمال الشامية رح يضم 4 مسلسلات. أولهم مسلسل زقاق الجن يلي بيحكي عن قاتل متسلسل متخفي عن الأعين بيقوم بسلسلة من الجرائم بحارة دمشقية يظن أهلها أنه الجن هن المسؤولين عن هالجرائم، وهالشي بيؤدي لصراعات كبيرة بين سكان الحارة. وأهوري زعلانين من الموت. ثاني الأعمال هو مربى العز يلي ركز على تطور القيم والأخلاق عبر السنين، وبيعتبر التعاون الثاني للمخرجة رشا الشربتجي مع الكاتب علي معين صالح بعد كسر عظم واحد. ليتني أنا قدامك هيك ولا بينك. ورح نشوف أجزاء جديدة من الأعمال يلي انعرضت سابقاً، وهن حارة الإبة 3 ويلي رح تكون فيه الفنانة رنا شميس بديلة عن سلافة معمار، وانضمام الفنانين فراس إبراهيم وأمل عرفة. يا عيد طفي حزنك يا روح. وباب الحارة 13 يلي رح يشهد عودة عدة فنانين منهم نزار أبو حجر وبراء الزعيم، ورح تشارك فيه لأول مرة الفنانة رباب كنعان بعد تراجعها عن قرار الاعتزال. أما قسم الأعمال البوليسية فرح يضم لها الموسم مسلسلين. الأول هو مسلسل خريف عمر يلي بتدور أحداثه خلال 3 مراحل زمنية، وبيحكي قصة قاتل متسلسل القانون ما حقق له العدالة، لهيك بيلجأ لتحقيقها من خلال سلسلة من جرائم القتل يلي بتنفك ألغازها خطوة بخطوة من قبل محقق بيحاول يوصل للحقيقة. وطبعا العمل ما بيخلو من بعض القضايا الاجتماعية وقصص الحب. والجزء الثاني من مقابلة مع السيد آدم يلي تأجل عرضه لعدة سنوات. حس حالي ما بعرف لآدم بالحق. محبي الفانتازيا رح يكونوا على موعد مع مسلسل العربجي، وبيحكي قصة عبده يلي بينقل البضائع على عرباية، وهو إنسان بسيط تعرض لكتير من الظلم، فبيتحول من شخص عم يدور على لقمة عيشه لمقاتل بيساعد المظلومين وبيدافع عنهم. عدس بترابه بيجي وقت حسابه. ومسلسل ذئاب الليل بيحكي العمل عن مدينة مزقتها الخلافات والسرقات واللصوص، وعن عصابة قطاعين طرق بيغرم زعيمهم بإحدى الفتيات، ويعتبر هذا العمل عودة للكاتب هاني السعدي بعد غياب طويل. حضور القسم الكوميدي اللايت لهالموسم خجول، ورح يضم مسلسلين بس. أولاً صبايا فليكس ويلي بيرجع بعد غياب 10 سنين، رح نشوف نور وميديا سوا من جديد بس كأمهات وسيدات مجتمع، وبينضم لهم فنانات من الجيل الجديد رح يجتمعوا على هدف واحد، وهو إنشاء مشروع مشترك رح يعمل لهم نقلة بحياتهم. لولي في كوشة صبايا قاعدين بالبيت وساكنين فيه مؤقتاً، صح؟ ومسلسل قرار وزير يلي بتبدأ قصته مع المحامي السابق هيثم يلي بيتلقى خبر تعيينه كوزير، لكن بعد فترة صغيرة بيتفاجأ الجميع باستقالته لتظهر انعكاسات هالقرار على شخصيات العمل. قعد فرق معي. ورح يكون الجمهور على موعد مع عمل تاريخي واحد وهو الزند يلي رح نشوف فيه تيم حسن عم يحكي بلهجة جبال الساحل السوري لأول مرة. جايك والسدم بيع لدياتي من أكثر من 20 سنة. وبيحكي قصة عاصي الزند يلي بيعيش بأحد المجتمعات الإقطاعية وبده ينتقم لأبوه يلي انقتل من 20 سنة. وقتلكي واسحب ارواحك. ولدتي.
وهيك منكون وصلنا لقسم المسلسلات المشتركة يلي رح يضم 4 أعمال. مسلسل النار بالنار يلي بتدور أحداثه بحارة شعبية وبيغوص بالعلاقة الإشكالية بين السوريين واللبنانيين بحلوة ومرة، وحسب تصريحات صناعه رح يكون من أكثر الأعمال يلي رح تبرر وجود ممثلين سوريين ولبنانيين بعمل واحد. مسلسل وأخيراً المكون من 15 حلقة وبيحكي عن قصة حب رومانسية بتجمع خيال وياقوت ويلي بتتعرض لعدة أزمات، وهالمسلسل بيعتبر التعاون الثالث بين قصي خولي ونادي نجيم. المسلسل الثالث هو ليلة السقوط يلي تصور من 2 سنين بالعراق، بتدور أحداثه بين عامي 2014 و2017 وبيحكي عن الظروف المأساوية يلي عاشوها أهل الموصل خلال سنوات احتلال المنطقة من قبل تنظيم داعش. أما الأخير فهو الجزء الثالث من مسلسل للموت يلي رح يشهد انضمام الفنانين مهيار خضور، يامن الحجلي، فايز قزق بخطوط درامية جديدة. منوه بالنهاية إنه بعض هالأعمال ممكن ما تنعرض وتتأجل للموسم القادم. حواسنا وتركيزنا بدهم يكونوا مليون.